احنا اكتشفنا ان عندنا في العيلة مفعوص صغير لسانه سابق سنه. الواد حمزة ابن خالتي عبارة عن طفل 6 سنين بس لسانه لسان راجل جنتلمان 40 كده. اسمع بقى اخر الاحداث، هو في كي جي 2 وبقاله فترة مش بيروح الحضانة مع اخويا، فانا قررت اخد بعضي واروح اطمن عليه. ورحت قعدت معاها واتكلمنا شوية وسألتها على الواد، فلقيت لمعة غريبة كده في عينها وقالت لي هو كويس بس الواد اقنعني انه مش لازم يروح الحضانة. فانا استغربت وقلت لها ليه كده؟ اسمع بقى يا سيدي اللي قالته لي، قال ايه جيت علشان تصحي الواد من يومين ويروح الحضانة، فلقيته بيقول لها انا مش قادر اروح يا ماما. فبتسأله وقالت له ليه يا حمزة انت تعبان او في حاجة؟ حط ايده على قلبه وقال لها يا ماما مش قادر اسيب الجمال ده لوحده في البيت. خالتي سمعت الكلمتين دول وقالت لي انا نسيت نفسي وبوست راسه وسبته ينام. تاني يوم بقى راحت برضه علشان تصحيه ويروح الحضانة. راح قال لها عارفة يا ماما؟ فقالت له ايه يا حبيبي؟ قال لها انا عندي عتاب لبابا وزعلان منه. قالت له ليه يا حمزة عملك ايه؟ قال لها علشان مش عارف ازاي عنده قلب يسيب القمر ده في البيت ويروح الشغل. انا بصراحة اتصدمت يا مؤمن، ده انا عندي 30 سنة ولسه ما اعرفش اقول الجمل دي ووشي مرفوع عن الارض. هموت واعرف العيال دي بتجيب الكلام ده من فين وازاي دماغهم كده.